اتفضلي. شكرا. ثانك يو. اتفضلي. مساء الخير سيدات الكومباوند الفضليات، اهلا وسهلا بيكم في البوك كلاب الاسبوعي بتاعنا. شرفتونا ونورتونا. انا سعيده جدا بانضمام عضوات جديدات المره دي. ان شاء الله هتنبسطوا معانا وهتستفيدوا. احنا الاسبوع ده بنناقش كتاب مهم جدا يهم كل ست، كتاب الوصفه السحريه لزواج ناجح للكاتبة الشهيرة والصديقة العزيزة هالة الشناوي. سوف نبدأ المناقشة بعد دقائق. انت عارفه ان ده الكتاب اللي انا كنت بحكي لك عليه؟ بس واضح ان الكومباوند هنا مليان مشاكل على فكره، مع ان انا دخلت قريت الفيدباك بتاع السكان هنا قبل ما نشتري وكلهم كانوا بيشكروا فيه جدا. والله أنا شاري البيت بتاعي ده من حوالي 6 سنين كده مع البنك، وعمري ما عانيت من أي مشاكل غير مؤخر. يعني ده اصلا مش بيت جوزك، ده بيتك انتي؟ ما هو أصل جوزي بيته بعيد قوي عن شغلي وعن حياتي، فإحنا قررنا نعيش هنا لما نتجوز. فعلا؟ انت ازاي عرفتي تعملي كده؟ على فكره انت شخصيه قويه جدا. انا ما اعتقدش اني ممكن اقنع مالك بحاجه زي كده. ده انا كان نفسي اسكن جنب بابا في المعادي، ومالك حكم رايه وقال نبعد عن زحمه وسط البلد. هو ده كده تحكم؟ الراجل لما يفكر ويقرر مكانك ويتحمل نتيجة قراراته في الآخر ده بيسهل عليك الدنيا قوي، بدل بقى ما يورطك معاه. أنا كان نفسي حد يقول لي سيبي كل حاجة عليا، مالكيش دعوة أنا هتصرف، ويتصرف فعلا. ساعات الحرية الزيادة بتبقى متعبة، مش مريحة خالص على فكرة. بس الكتاب بيقول ان القرارات لازم تبقى مشتركه. هي فين مؤلفة الكتاب؟ معقولة التأخير ده كله؟ إيه عدم الالتزام في المواعيد ده؟ بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الكاتبة الصديقة الشهيرة هالة الشناوي، أنا بعتذر لحضرتك عن التأخير، بس أنا لسه قافلة معاها السكة. هي في الطريق بس الطريق زحمة شوية. حلو قوي. يعني حضرتك لسه قافله مع الاستاذ هاله التليفون؟ أيوة يا فندم، أصل أستاذة هالة تبقى صاحبتي قوي. حضرتك جاي تحضر المناقشة؟ حتى الرجاله بيبقوا محتاجين مساعده زينا، على فكره مش عيب. مساعده؟ طب اتفضلوا كلكم معايا على الاسم. اسم